بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن زوال ديدي خلاص في ايامها الاخيرة. ديدي خلاص بتنازع. ديدي حققت نجاح كبير جدا بموضوع وصلني، وبعد كده نزلت فليكس، وكان في ناس بتشتغل هنا وناس بتشتغل هنا وناس تاخد رحلات هنا وتاخد رحلات هنا، وكان عامل لك نظام كويس جدا في فليكس ان انت تقدر تزود زي ما انت عاوز. الليميت بتاع التزويد كان مفتوح زي ما انت عاوز. دلوقتي قفل لك الليميت وخلوه لك صغير جدا، اقل من ان درايفر. يعني دلوقتي ان درايفر بتاخده احسن ما تاخد فليكس. المصيبه الكبيره فين؟ ان ناس كتيره بعتالي ان مش عارف ياخد رحلات خالص من ديدي وصلني ما بيجيلوش خالص. والله واحد بيحلف لي ان هو ليه 3 ايام ما رنش عنده رحله واحده وصلني. ليه بقى؟ العميل بيدور على الارخص، وديدي عماله تقول له احنا ارخص وفليكس ارخص وخد مش عارف فليكس واعمل مش عارف ايه. لا، انا بالنسبه لي ان درايفر احسن. ده لو بتتكلموا في رحلات شبه ان درايفر وبتعاندوا مع ان درايفر، انتوا كنتوا الاول متارجتين على اوبر وعلى كريم وعلى الشركات دي، دلوقتي مستواكم نزل لتحت للحضيض لان درايفر. طب ما انا لا يا عم، انا اشتغل ان درايفر احسن، على الاقل عربيه اقل، على الاقل مش عارف ايه، واخد اللي انا عاوزه. وحتى ان درايفر ما قفلش الليميت عندكم، ده حتى كانوا عاملين لك في بعض الرحلات علامه القلم دي مختفيه، يعني بيجي لك الاسعار اللي تحت بس حاكمك باسعار ما تزيدش عن 10%. وهو ده اللي بيقول لك اصل زودتوا ايه؟ انتوا عكيتوا الدنيا وبوظتوا الدنيا. والاعلان الزباله اللي عاملينه، بص مع ديدي فليكس هتتحرك بس السعر هيفضل ثابت لحد ما توصل. ايا كان مشوارك هتحدد اسعارك بمزاجك. مع ديدي فليكس ثبت سعرك وتحرك عليه. معناه ايه طيب الاعلان ده؟ الاعلان ده معناه ان بيقول للعميل احنا ارخص شركه بس السعر هيفضل انت اركب معانا، ولا زحمه ولا وقفه ولا زياده ولا الكلام ده كله، وحط السعر اللي انت عاوزه واعمل اللي انت عاوزه. يعني عدى زباله ان درايفر. يعني انت متخيل ديدي اللي كنا بنقول شركه كويسه وفيها وبتحسب وبتعمل، لا ده بوظت السوق وبوظت الدنيا. والمصيبه الكبيره ان هو النهارده كريم بعت الرساله دي. بص بتقول لك ان هي هتشغل فليكس كمان. يعني اوبر بتلعب معانا بكريم. هو كريم ناقصه غلب، ناقصه هبل، ناقصه استعباط، ناقصه جنان. في ايه يا جدعان؟ ليلتكم جله متعصب جله. في ايه يا جدعان؟ الموضوع خرج عن السيطره. فانا بحاول انصح الناس خلي بالك من ديدي ومن ان درايفر، من الشركات دي. طلع ان في الاخر ان درايفر اللي نشتم فيها طلعت احسن من الشركات دي. يعني انت كريم اللي هو شغلها طالع ميتين ابونا فيه ونسبه قبول وزفت والكلام ده كله، لسه هينزلك فليكس كمان. هي يعني زي ما بيقولوا كده المشرحه ناقصه قتله. في ايه يا جدعان؟ ليلتكم جله متعصب جله. يعني الناس بتتكلم في اسعار والشغل وبايظ والدنيا والحكايه والروايه. انا مش عارف الشركات دي موجوده ليه. انا يعني نفسي والله العظيم 3 شركه تطلع كده، شركه محترمه، شركه مصريه. الشركات المصريه دي تدوس على نفسها شويه، تشتغل على نفسها اكتر، تظبط الدنيا، تراعي الكابتن شويه، تظبط. ماشي، هو لازم عشان تشتغل تراعي العميل، بس مش تنام تحت رجل العميل. انت كده بتسلمنا تسليم اهالي يا جدعان. في ايه يا جدعان؟ ديدي خلاص بتحتضر. بقول كده ان ديدي حطت اخر مسمار في نعشها، هو ده اللي هيجيب اجلها. يعني نجحت بوصلني وباسعار كويسه وبزيرو عموله واللي وحاجات كده عملتها كتير، وبعد كده دلوقتي بتوقع نفسها بايديها. يعني الفتره الجايه دي الكباتن المفروض ما تفتحش فليكس ده خالص. واللي يغيظك كمان ويحرق دمك ان هو مش عامل لك نظام. يعني المفروض لو انت شركه عادله بجد وشركه شغاله صح تعمل لي زي اوبر عندي، بقفل سيفر، بقفل اكس، بفتح كومفورت، لو عاوز بول بشغله، مش عارف ايه الكلام ده. لا، هو عامل لك غصب عنك لازم تفتح فليكس ولازم تفتح وصلني. لا انا عاوز يا عم اقفل فليكس. انا مش عاجبني فليكس. انا هقفل، اقول لك على حاجه، هقفل الابلكيشن خالص. انا بالنسبه لي كده خلاص زي ما انت بتقول، ولا تحسب مسافه زياده ولا زحمه ولا الكلام ده كله، وثابت. احنا بقى الواجب علينا ان احنا نبقى ثابت على موقفنا، ونقفل ديدي خالص الفتره الجايه عشان يعرفوا ان هم لازم يغيروا النظام، لازم يشتغلوا صح. انت كنت بتنافس مع اعلى الشركات، دلوقتي بقت تنافس مع اسبل الشركات وبتوقع السوق اكتر ما هو واقع، وبتنيل الدنيا وبتخرب الدنيا. انا قلت لكم يعني شركه دي مش عارف نظامها ايه. زي ما بيقولوا كده الثعلب خلاص، الثعلب المكار وقع ومش هيقوم تاني ان شاء الله. فانا من موقعي هذا بقول لك ان شركه ديدي لازم نقفلها الفتره الجايه. خاصه دور بقى في الرحلات بتاعتك، هتلاقي ان فليكس اللي هم بيعملوا لها دعايه وبيخربوا الدنيا عشانها نسبتها زادت. نسبه فليكس وصلت ل 17%، اول كانوا بادئين ب 15.
وصلني بعد كده خلوها 17 اكس بقت 17%. ده الجديد بقى، مش بيقول لك زودنا 15%، هم زودوا نسبتهم مش زودوا الفلوس للكابتن او الكلام ده. الكابتن الاسعار زي ما هي والزباله زي ما هي والشغل زي الزفت زي ما هو. فما علينا، هم انا مش عارف هم بينافسوا في ايه، هم زي ما بيقولوا كده بينافسوا في الخساره، عاوزين يخسروك باي طريقه. فنصيحه مني بلاش شركه. وانت حابب بقى تشتغل مزايدات والكلام ده كله وتزود اسعار، هيبقى احسن لك ان درايفر. انا بالنسبه لي كده دي خلاص انا مش هفتحها تاني، حاجه بقت زي الزفت الا لو عدلوا، لازم يعدلوا عشان نقدر نشتغل. حاول تقفل دي عشان هم دلوقتي عندهم عملاء ما شاء الله وبيطلبوا باقل اسعار. كل العملاء ده بقت تطلب على فليكس، وعندهم كباتن عمالين يدخلوا. دي ممكن بتدخل يوميا، بتدخل الاف الكباتن، والكباتن دي عاوزه شغل، وبعد كده يفتحوا فيشغلوا شويه ويقفلوا شويه، ويقول لك لو انت دوست على اقل سعر هتاخد الرحله وهتكسب. تكسب منين؟ انا لما اخد اقل سعر هكسب منين يا رجاله؟ في ايه يا جدعان؟ ليلتكم جله متعصب جله. والناس اللي بتاخد اقل سعر ويخطف رحلات الخطيفه سابوا شركه ان درايفر واشتغلوا على شركه ديدي، بقى يخطفوا اسعار باقل حاجه وخلاص. حاجه بقت قله ادب. لسه كابتن كان بيكلمني النهارده بيقول لي في ايه يا جدعان، انا قبلت رحله كان مش عارف في وسط البلد ولا فين، قبل رحله باعلى سعر على فليكس على مدينتي ب 220 جنيه. بيقول لي يا دوبك العميل، يا دوبك قبلت الرحله ولسه بتحرك له لقيت العميل لغى. ثابت. العميل شاف يعني هو كان حاطط دماغه مع اول سعر اللي هو كان حاطه، لقى كابتن بعربيه كويسه، بعربيه نظيفه، عربيه شغاله كومفورت، راح دايس قبول. بيبص بعد كده لقى السعر بقى 220 جنيه. الكابتن زود. لا يا عم انا مش عاوز. هو ما بصش على الفلوس، هو بص على اول فلوس، فاكر نفسه انه ياخد اقل بسعر. فالفكره كلها في ايه؟ ان الشركات دي دمرت السوق ودمرت الدنيا، وعاوزين يدمروه اكتر. وكريم داخله بتاجر في الهبل ده بتاع فليكس، وعملت هي كمان فليكس. يلا بيت ابوك خربان خد لك منه جالب. ليلتكم جله متعصب جله. اي حد خربانه بزياده، حاجه قله ادب يعني. انا بس حبيت اوريك مين الشركات اللي شغاله ومين اللي مش شغاله، ومين اللي بيعمل ومين اللي بيسوي، ومين اللي صح ومين اللي غلط، عشان في ناس مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه وشغاله وخلاص. بتاخد اي حاجه في اي حاجه ويقول لك بص انا هاخد فلوس ايه؟ انت احسب مصاريفك واحسب بنزينك واحسب مش عارف ايه، هتلاقي نفسك رايح في الزباله. حاجه بقت قله ادب يعني بجد. فيا ريت كل واحد مننا يوقف شركه ديدي، واي حد عنده مشكله عنده اي حاجه حطها لنا في التعليقات، وقول لي رايك في الكلام اللي انا بقوله، عشان في ناس شغاله مش واخده بالها من القصص دي ومش بتحسب اي حاجه ولا بتدور على اي حاجه. لا خلي بالك ان الشركات دي يعني مكسبها رقم واحد والعميل بتاعها رقم واحد، انت رقم زيرو رقم 1000. مالكش اي صفه بالنسبه لهم، ولا بيدوروا عليك ولا عاوزينك اساسا تبقى موجود. هم عاوزين يكسبوا على قفاك وخلاص. بس اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هنسيب لك اللينك تحت الفيديو. واوعى تنسى اللايك، وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.